اهلك ما جابوا المرفقات؟ أه. اليوم ادمرك صلخ ملخ نفخ. اليوم افرمت شهرتك وارجع انصبها بالجديد. اليوم اكت لك كتل ادخل بيك التاريخ. سيدي بس انا ما حاجي شيء. ولا حرف ولا حرف. دون بابا دون. ايش كتبت انت والله راوي؟ اي تنفيذا لقرار السيد قاضي التحقيق المحترم بتاريخ 5/2/2016 ولما جاء باعتراف المتهمين حامد علي حامد نافورة. اليوم اقلب شهرتك جواريب. أي الملقب حامد نافورة بقيامه بالاشتراك مع المتهمين الهاربين حبيب الملقب حبيب صوندة والمتهم جبار الملقب جبار طقة. اليوم أبوك حرقه، حيث اتضح أنهم من أرباب السوابق وسيئي الصيد. تم الانتقال اكتب. تم الانتقال إلى موقع الحادث بمرافقة النقيب سعد شكني سعد الصباح والمفرزة إلى منطقة العرصات. تبوق بمنطقتي؟ تبوق بالعرصات؟ تذكر بيه خبز استاذ؟ لك كان كامل مفيد مأمن الحدود من زاخل الوليد. جيب نروح نشوف. وعند الوصول إلى المحلة 929 أشار المتهم إلى أحد الأزقة بإصبعه. أقصه أصبعك أقصه. لك كان كامل مفيد ولا أصبع أخلي بالإيد. ثم أشار إلى المنزل الذي قام بعملية الصدمة. احكي لي شلون بقيت. يلا طبيت. اكتب بابا اكتب. وظلينا أنا وأصدقائي لمدة أسبوع نراقب البيت خاطر نشوف أفضل طريقة نبوقه بيها. ما حكي سيدي. لجاد العدل ترى أهفك راجدي أوزع سنونك على المحافظات. صوتك ما أسمعه. خلينا نشوف من يدق. ما سعد جابون مرفقات شده قليله. لك من كنت ملازم ما اخذت شده. دباوع راح احلها بس انت شنو ظلمها. رتب عشتين ابوي وحصتك موجود. يلا بابا يلا. اكتب افاده جديده. اكتب غير هاي الافاده. عندما كنا انا واصدقائي حبيب صوندي وجبار طقة نتجول في العرصات ليلا في الساعة 3:30 تعطلت سيارتنا أمام منزل المشتكي وقمنا بدق باب المشتكي وطلبنا منه المساعدة ولكنه لم يتجاوب معنا فحصل بيننا شجار وتدافع. وقف أبو سعود جت الشدة الثانية. اي زين وحده للمالات وحده للمحروقات. لا مالاتك موجودات حبيبي. يلا بابا السطر الاخير امسحه. شفطه. وعندما لم يستجب المشتكي لطلبنا تعالت اصواتنا بالصياح وتبادلنا الشتائم. هاي سب وشتم بس انا ما راح اهدك لحد ما يجي المرفقات بيدي. استاذ مو اتفقتوا؟ لك بابا ما تعلمت الدرس. انا كامل مفيد ما اهدك الا الزم المالات بالايد.